لحلقة جديدة من بودكاست سؤال على الهوا. أنا شيرين معاكم، والحلقة دي هنتكلم فيها عن هل إنه الست يكون دخلها أكتر من الراجل بشكل عام ده بيأثر على توازن الحياة الزوجية؟ حلقتنا النهاردة بتتكلم عن موضوع شوية حساس، ويمكن في ناس كتير ما بتحبش تتكلم فيه. بفكركم إنه حلقة البودكاست بتتذاع على سبوتيفاي وأنغامي، وبتتذاع على أبل بودكاست، وموجودة على يوتيوب كمان. ممكن تتابعوا كل حلقة وتتابعوا السؤال اللي هينزل في الحلقة اللي بعدها على صفحتي على فيسبوك شيرين صلاح. لما سألت الناس كانت الردود متوزعة ما بين الرجالة والستات. الرجالة بشكل عام في معظمهم شايفين إنها ولا فرق خالص، الست تكسب أو ما تكسبش دي حاجة ما تفرقش معاهم وما بيبصوش ليها. الستات يمكن كانوا أصرح، الستات قالوا طبعا بتفرق. في راجل ممكن يكون شخصيته أصلا بالبلدي كده عرة، يعني شخص هو أصلا عنده استعداد إنه يحس بالنقص ناحية أي حاجة، ده مش هتفرق معاه لو كانت المشكلة في إنه زوجته بتكسب أكتر. ممكن كمان يتضايق لو هي مشهورة أكتر، محبوبة أكتر، علاقاتها الاجتماعية أوسع. اللي زي ده الفلوس مش هي القصة إنه هو عشان يبقى حاسس بالأمان لازم دايما شريكة حياته باستمرار تكون أقل منه أو حاسس إنها أقل منه، يعني تكون معتمدة عليه مثلا في الفلوس، معتمدة عليه في إنها تعمل علاقات اجتماعية، يعني أصحابه وهو هم أصحابها، بياخدها معاه في كل حتة من غيره ما تعرفش تتحرك بسهولة، ما تعرفش تشتري حاجة، أو تكون هي وهماه بكده ويكون هو مستريح للوهم ده. الست دي هتعاني جدا، لأنه مع أقل فرصة ليها إنها تكون متفوقة عليه في أي شيء حياتها تتحول لمشاكل لا تنتهي. في بعض الرجال قالوا حاجة تانية، قالوا إنه في منطقهم إنه رغم إن الإنفاق مسؤولية الراجل، لكن إنه الشغل الست بياخد جزء كبير من الوقت اللي المفروض تديه لمسؤولياتها هي بقى. فإذا كنا إحنا الاتنين متساويين على قدم وساق، وأنا بجيب الفلوس كلها وهي بتقدم في البيت وفي الحياة المشتركة يعني والولاد وكده بتقدم مجهود أقل لأن معظم مجهودها رايح للشغل، فالمفروض تعوض الجزء ده بإنها تنفق. مش لازم تنفق زي الراجل، بس لازم تكون بتسد العجز، لأنه الوقت ده كان المفروض هو محتكره تماما، هو وأولاده يعني. هو المنطق ده ما يخلوش من الوجاهة، وأنا مش معترض عليه كلية يعني، بس أنت برضو بتبص للست إنها بتشتغل بس من ناحية إن هي محتاجة فلوس، لكن بيسموه المنتال ستيميوليشن ده، أو إن المخ يكون في جزء منه مخصص للبيت وجزء مخصص لعلاقتي بجوزي وجزء مخصص لشغلي، دي حاجة وحشة أو دي حاجة يعني فرضت على الست وملهاش لازمة. لا، مش كل الستات بتشتغل علشان كده، في ستات عشان الفلوس، يعني في ستات كتير بتشتغل لأنه مجرد إنها تبقى مركزة بس في البيت بيخليها انفستد قوي في حياة ولادها وجوزها بطريقة ساعات كتير بتبقى خانقة. يعني عمركم شفتوا مثلا واحدة ست ممكن تكون ما بتشتغلش وهي بتركز بس على الولاد والزوج وكده، وسمعتوا، أنا مش بقول كلهم كده بس جزء كبير منهم، كل كبيرة وصغيرة هي بتتدخل فيها ولها رأي وعندها استعداد تبقى هليكوبتر بيرنت، يعني تجري على المدارس وتشوف مع أي مشكلة هي لازم تحلها، وفي المقابل هي متوقعة نوع من الانفستمنت الايموشنال من ولادها مثلا صعب قوي يدوه، يعني عايزة تخرج معاهم في كل حتة، عايزة تعرف أصحابهم، عايزة تبقى جزء كامل من حياتهم، وده بس مش دورها، والولاد مع الوقت بيتضايقوا من الموضوع ده. يعني كل واحد في الآخر طبعا بعد كده بيبقى له حياته، بس ماذا لو أمي عايزة تخرج معايا خروجات العيال كلها وتروح معايا كل خروجات السينمات وتبقى انفولفد معايا، لأن هي شايفة إنه ده جزء من واجبي بقى، ما هي انفستد حياتها كلها فيا أنا، فأنا لازم يكون عندي من الجريتفولنس يعني، وإن أنا أكافئها بشكل ما، تبقى هي مش أمي بس، لا هي جزء لا يتجزأ من حياتي بشكل عام،
فتتدخل في كل يعني قراراتي، في جوازتي، في الشخص اللي هرتبط بيه. الزوج برضو بتبقى هي انفستد معاه جدا، هي ملهاش شغلانه غيره. يعني زي ما بنقول كده الراجل ده بيبقى شغلتها ولعبتها. برضو انا مش بقول انه ده حال كل الستات، في ستات كتير بتبقى ما بتشتغلش وبتبقى مركزه مع نفسها جدا، وانا بحيي الستات دي لان هي فهمت انه الجزء العاطفي ممكن يبقى يعني العطاء ده ممكن يبقى محدد، ومش unconditional، بيبقى محدد بتقدير الناس ليا، وفي نفس الوقت في جزء من حياتي لازم يبقى بتاعي انا بس. حتى لو انا ما بحطش فلوس في البيت، فانا الجزء اللي هو العاطفي والمعنوي والتنظيمي في البيت كفايه، وانا مش منتظر عليه يعني مكافأة ولا تقدير بشكل خاص. وفي نفس الوقت مش هم كمان مش منتظرين ان اتفرغ لهم بشكل خاص. بيروحوا بقى تروح تعمل اكتيفيتي، تروح الجيم، تكتشف لنفسها موهبة، تعمل علاقات مع أصحابها، تسافر، تعمل اللي تعمله. طيب كل ده في إطار إن الزوجة ما بتشتغلش عشان الفلوس. طب الزوجة اللي بتشتغل عشان الفلوس، هل صحيح جوزها بيسقط من نظرها لو هي بتكسب أكتر منه، أو لو هي انسحابها من المسألة المادية ده معناه إنه الحياة هتنهار وإنه هم هيبقوا عايشين في تعاسة؟ طيب خلينا بعد الفاصل نسأل السؤال المهم اللي هو هل الزوج بيسقط من نظر الزوجة لو هو بيصرف أقل أو لو مش هو البراد وينر؟ بعد الفاصل. كنا سألنا سؤال هل نظرة الزوجة بتتغير لزوجها لو هو يعني هو مش المتحكم في الفلوس بشكل عام، أو هو المصدر الأساسي للدخل. يعني مش هو بيكسب مثلا 70,000 في الشهر وهي بتكسب 5، فهي مثلا حاسة انه ايه ده، هو ال5 دول انا بشتري بيهم ميك اب وبتاع، يبقى الراجل ده يسقط من نظري. لا، مش كده خالص. انا مش مع انه الست يكون تعمل يعني هوردنج لكل دخلها. لو هي ما بتديش كل وقتها للبيت، هي بتدي جزء من وقتها لدخلها، فمن حق البيت انه تبقى على الاقل بتساهم في الحاجات اللي هي الاساسيات، او اللي ممكن تكون لو الأساسيات متغطية، الكماليات اللي طالعين سفرية عايزين نشتري حاجة هدية لحد، ليه لأ؟ وفي نفس الوقت الراجل اللي مراته بتشتغل لازم يبقى عارف إن هو ما ينفعش يتعامل على إنه مراته ما بتشتغلش. يعني إذا كنا بنقتسم الجهد بره البيت، فهنقتسم الجهد جوه البيت، ملهاش حل. هنغسل المواعين سوا وننظف سوا، مش هينفع هنجيب شغالة هندفع تمنها سوا، هنذاكر للولاد سوا، واحد هيودي تمرين واحد هيودي الدروس. الست اللي بتتقسم بشكل عنيف في الآخر ما بين يعني حياتها بره كست بقى بتحقق ذاتها وكارير بتاعها، واللي حياتها جوه ما بين إنها هي جوه كهرمانة وبتعمل عروض ستريبتيز، وفي نفس الوقت بتاخد بالها من الولاد، وولادها أشطر عيال وأنضف عيال. دي ست وهمية مش موجودة. نتفليكس خرب نافوقه، مش حقيقي ده الكلام ده خالص. يعني هتأثر وهتبقى ديفولتد في حتة معينة وهتلوموها. فيلا نعمل ديل ان احنا في البيت لو الست بتشتغل الحاجة تبقى 50-50، حتى لو هي ما بتجيبش نص الفلوس، لان هي مش مخلوقة على الجهد البدني والستريس المنتالي زي الراجل. اديك مثل اقرب لك الفكرة. الراجل عنده في دماغه زي بوكسز كده، كل بوكس فيه حاجة: بوكس شغل، بوكس ولاد، بوكس زوجة، بوكس يهوبص فيه بقى ويبقى عنده أفكار غريبة، بوكس أفكار للمستقبل، ماشي. بوكس الكورة موجود عند 90% من الرجال، ده أكبر بوكس، ماشي. الراجل بقى ربنا خلقه بقدراته إنه يقفل بوكس ويفتح تاني، وما بيعرفش يفتح 2-3 بوكسز على بعض، بيهنج. عشان كده تلاقي الراجل أحيانا قاعد متيس وحط دماغه في السقف وبيفكر في اللاشيء، قفل كل البوكسات وريح، او ماسك التيك توك بيتفرج على فيديوهات قطط، يعني قطط فعليا يعني مش قطط مجازا، عادي. الست بقى عندها موزايك، ما عندهاش البوكسز، كله داخل على بعضه، فبتيجي تجيب مشاكل الشغل حطها وشايلاها معاها وجايباها في البيت، وتتنرفز على اللي في البيت عشان الشغل. هتقولي لي والرجاله بيعمل كده؟ مش بنفس المستوى. الستات بتجيب هموم الشغل ومشاكل الشغل ومشاكل الناس اللي معاها في الشغل والناس اللي بتخرب عليها في الشغل، وتيجي تحكيها للراجل وعايزاه يهتم. لو مش مهتم تمسك العيال تفش غلها فيهم، لو لا ده ولا ده تقعد تعيط من غير سبب. يعني حياة غاية في النكد.
طيب هل احنا نقدر نغير ده لو احنا محتاجين الست، ولو هي محتاجة مش بس فلوس، لو هي محتاجة تشتغل؟ لا صعب، ده الطبع مش هينفع. فاحنا نقدر نعمل ايه؟ نتحمل انه في البيت لازم نقلل الستريس بتاعها as much as possible. نحاول ان احنا نخلي مفيش لود عليها، مفيش لوم، مفيش طريقة اللي هي الولد مش بيعمل كويس ما امه مش فاضياله، الولد ضرب صاحبه ما امه مش مركزه معاه. لا خلاص، احنا الاثنين خرجنا للشغل، فاحنا الاثنين المسؤوليه دي مسؤوليتنا فيزيكالي ومنتالي، يعني ننشغل احنا الاثنين بنفس الاشياء في البيت ونعمل نفس الاكتيفيتيز. حقها حتى تخرج زي ما انت تخرج مع اصحابها، تفك عن نفسها شويه. في رجاله كانت بتقول انه قولا واحدا من ناحيه دينيه الست مش مخلوقه للشغل. طبعا انا بكوشن الأحاديث كلها لو ما كنتش قريتها شخصيا، ولكن بيقولوا إن في حديث بيقول خلق الرجل للإنفاق وخلقت المرأة للإشفاق. يعني تتدلع وتتهنن وما تحتكش أبدا بجو يعكر لها مزاجها أو يعمل لها نوع من التنافس، لأنها هي فعلا أعصابها وتركيبتها بتخليها تجيب الهم ده ترجعه البيت. يعني في حد برضو لفت نظري الباكج اللي البنات بتيجي بيه معظمها في الجنريشن ده بالذات. في كتير قوي انا قابلتهم بنات صغيرين الباكج اللي هي جايه بيه هو باكج الدلع والهشتكه وجمالها واناقتها وحلاوتها، وكل بقى الطقم اللي بيجي مع الكلام ده. هو ده اللي هي داخله بيه الجواز. هي لا داخله بفلوس ولا داخله بتربيه عيال ولا داخله إنها مثلا تبقى مصدر تشيل همه ولا تجامل له أهله. هو ده هي داخلة بيه كده بس، بالجزء ده بس. وده ليها زبونها وليها واحد هيحب قوي النوع ده. المشكلة إنها لما تصطدم بواحد جاي من بيت مامته داخلة بقى بالباكج كلها، حطت بقى الهشتكة والشخلعة والجمال والميك اب والكارديشن ستايل ده على جنب، مامته ما عندهاش الكلام ده، وهي ست مكافحة تنزل الصبح الساعة 6 تقعد تطبخ لولادها وتفطر وتودي مدارس وترجع تتكفي على المذاكرة، والراجل يجي يبكتها بالآخر اليوم علشان مبهدلة أو هو يبقى ريزنتفول عامة. وحياتهم كده عدت في بيتهم كده. الست هي دايما يعني الأسهل والأوقع أنها تتحمل الجزء الأكبر من كل شيء. ده هيبقى مشكلة جامدة. ده راجل، في واحدة عاشت عمرها كله مكرسة حياتها انها تفصص له العنب وتنضف له السمك. يعني ده واحد مش ممكن هتعرف تتعايش مع ميس كارديشيان. لكن بيقعوا في حب بعض وبيتعرفوا على بعض على واقع او على خيال انه الحب بيغير كل شيء. طبعا دي يعني اكبر اكذوبة، ولو قعدنا نعمل حلقة نتفحص فيها حقيقة الحب هنلاقي حاجات كتير قوي قوي علميا وسيكولوجيا وبيولوجيا، مش بس الشعور الخفي بالانجذاب لشخص. يعني لما في جزء كبير قوي منه بيبقى ديفلوبت بعد الجواز، وفي جزء كبير جدا من الانبهار بيروح وبيفضل حقيقة انه ميس كارديشيان ما تقدرش تعمل الكلام ده. ميس كارديشيان بقى بتتصدم جدا لو ان هي بتشتغل وطلب منها حاجة مادية، ده بيسقط من نظرها. وش انا جايه لك مساهمتي هي معروفة ان انا ست وانت راجل، هي الجزء ده بس. تجيب لي بقى شغالة، تجيب لي سواق، لما اخلف العيال تربي معايا او اديهم لماما تربي، دي فرصه برضو مش وحشه. لكن انا ليا ستايلي وليا انستجرامي وليا تيك توكي، لازم ابقى شكلي عامل ازاي. وبحس باهانه جامده جدا لما تحاول تقارني بماما، سواء مامتك او مامتي. خلينا نتفق انه عامه الرجاله اللي بتكون مادياتها مش كويسه قوي او اقل من الزوجه، هم كمان من ناحيتهم بيحسوا بالنقص. يعني مش بس الست اللي هتبص له لتحت، لا بالعكس، الست ممكن ما تكونش بتبص له بتحت، ما هو ممكن يكون ماني عينها في حاجات كتير قوي فيه غير الفلوس بسطها يعني. لكن هو بنسبة كبيرة جدا بيحس بالنقص، وده بينعكس على ان هو ممكن يتصرف تصرفات مش لوجيك. يقول لها اقعدي في البيت مثلا خالص، وهو اصلا من غير دخلها. يعني عياله هينزلوا بقى يلبسوا المريالة الصفراء دي ويروحوا يتعلموا في الحكومة. يعني البيت مش ممكن يعني يتوازن لو هي مش بتدخل فلوس. او عيش على قدي، اللي هو ايه على قدك؟ اصلا احنا على قدك دي تالت يوم في الشهر هنبقى بناكل في جمعية رسالة. فاحنا عايزين نبقى لوجيك، لكن في رجالة ما تقدرش تتغلب على الموضوع ده.
في حد على التيك توك عجبني جدا فكرته، اللي هو ايه بقى؟ كان بيقول ستوب بيتشينج، انه الستات مخلوقات يعني هاي مينتنس، بمعنى اصح بطل تقول انه الستات مكلفة جدا، وان هم يعني الى حد كبير انفستمنت يعني خاسر، لانه بتتجوزها وبعدين بتكتشف بعد الجواز ان هي عايزه ميك اب وعايزه بوتوكس وعايزه هير كير وعايزه تريتمنت وعايزه باديكير ومانيكير ولبس وتغير وتعمل تلبس على الموضه، عايز الكلام ده. ليه بقى؟ لان انت حبيبي ما كنتش اعمى. بيك يور اون برايس تاج. يعني لما تيجي تتجوز بص للي قدامك دي، هل هي هاي مينتنس ولا لا؟ لو هي هاي مينتنس وانت تقدر تخدم الهاي مينتنس دي، توكل على الله جوزها، مش هتحس اي مشكله. لو هي هاي مينتنس وانت ماديا مش هتقدر، بيك يور اون برايس تاج. ديت الناس اللي هيبقوا في متناول دخلك. هي جايه من باك جراوند ما بيسالوهاش على الفلوس، بتعمل اللي هي عايزاه، ما تتجوزهاش وانت دخلك 20,000 في الشهر. حب ايه وبتاع ايه؟ دي هتنكد عليك ايامك وهتفضل حاسه انها مظلومه طول الوقت. وكمان لو كسبت فلوس او لو بتصرف فلوس هتصرفها كلها على البرايس تاج ده، على المينتننس بتاعها، فهتبقى انت مفروس منها ومفروس من اللي بتعمله، وهي مش حاسه بيك. ويعني حلو قوي بس صوركم بتطلع على الانستجرام في الساحل وانتوا الاتنين بتضربوا بعض 60 صرمه يعني. فخلينا واقعيين، اختاري اللي على قدك واختاري اللي على قدك، وشوفي انتي بتصرفي كام وعايزه ايه من الجواز. وفهمي كويس جدا انه حتى الدين بيقول تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح هنا مش معناها انها بيأمرك ان انت تتجوز الست اللي بفلوسها، لا، هو بيقول والله اعلم انه دي الحاجات اللي بتغري الراجل بانه يتجوز المرأة. الست اللي تقيلة ومعاها فلوس وعيلتها معاها فلوس بتبقى جذابة لعدد كبير جدا من الناس، شئنا او ابينا، خلاص. لكن النصيحة ان انت تاخد الست اللي هي عندها متدينة. مش متدينة معناها انها لازم تبقى محجبة ولا منقبة، ما هي ممكن تبقى الاتنين برضو على فكرة، اللي بيطلقوا برضو محجبات عادي، يعني الموضوع ملوش علاقة بالمظهر. تبقى متدينة انها تراعي علاقتها بيك في ضوء اللي هي متعلمة في دينها، سواء اسلام او مسيحية، او اللي هو انه دي علاقة ود ومحبة، ومش المفروض يشوبها استغلال ولا انتقاص من قيمة اللي قدامي تحت اي بند. لازم أكون حساسة بالراجل اللي معايا، وما عنديش أي غضاضة إنه يكون بيكسب أقل مني، طالما إن أنا إنسانة عيني مليانة ومش ناوية إن أنا كل شوية أفكره بالموضوع ده، وطالما هو إنسان شريف بيسعى وبيشتغل ومش قاعد مستني إنه أنا أصرف وأحط فلوسي كلها. ذات ساد من ناحية الدين ومن ناحية الواقع الاجتماعي مفيش داعي أبدا إنه اتنين وسطهم المادي مش قريب من بعض يتجوزوا، ولا في داعي أبدا إن أنت تتجوز حد هاي مينتننس وإنت عارف كويس إن أنت ده هيبقى بعيد عن إيدك. اختار حد قريب قوي من البيت اللي أنت جاي منه، واختاري حد قريب من البيت اللي أنت جاية منه. عايزة أقول إنه في الآخر الفلوس ما بتعملش سعادة، بس قلة الفلوس بتعمل تعاسة، دي حقيقة. ياما ناس كانوا بيحبوا بعض جدا، وبسبب انه مشاكل المادية ضغطة قوي قوي بدأوا يريزنت الأول بعض، يعني يحسوا بأنهم يعني متحفظين ومش حابين العلاقة، وبعدين ينسحبوا تماما من علاقتهم ببعض. وبعد ما يبقاش في فلوس وما يبقاش في علاقة، يبقى ايه جواز ايه ده؟ ملوش لازمة. بيبقى فيه بقى في النص عيال كده جم أثناء في الفاصل ما بين الخناقات والحب. فحبوا بعض على ضوء الأفكار دي. ولو عندكم أي كومنتس ارجعوا قولوها لي على صفحتي على فيسبوك شيرين صلاح، واسمعوا الحلقة على بودكاست سبوتيفاي أو على أنغامي أو على أبل بودكاست أو على اليوتيوب. تابعونا كل أسبوع يوم جمعة بننزل السؤال بتاع الحلقة. الحلقات مش كلها عن العلاقات، هيبقى فيه أسئلة تانية، لكن كلها أسئلة بصحى ساعات كده من النوم أقول لنفسي هو أنا عمري ما سألت نفسي السؤال ده ليه، أو أنا ليه مش عارفة إجابة السؤال ده. ولما بسأل الناس بلاقي إن في ناس كتير برضو عندهم نفس السؤال. يلا بينا نكتشف الأسئلة الصعبة ونجاوب عليها في سؤال على الهوا.